حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من مراجعات الجبر النهائية. احنا عندنا شوية أفكار إن شاء الله هناخدها. احنا خدنا قبل كده أكمل أمثلة شوية كده على أكمل، وخدنا أمثلة كده على اختار الإجابة من الإجابات الصحيحة. النهاردة هنشوف بقى شوية كده من الأسئلة اللي بنقول عليها الأسئلة المقالية. تمام. في عندنا سؤال مهم جدا بيقول لي اوجد ثلاث اعداد نسبيه تقع بين تلت ونص. طبعا هنا لما اجي بجيب الاعداد اللي ما بين تلت ونص، احنا طبعا عارفين في قاعده مهمه جدا عندنا بتقول لنا انه عندنا في عدد لا نهائي من الاعداد النسبيه اللي بيقع ما بين عددين نسبيين. فلو عندنا تلت ونص عايزين نجيب شويه اعداد بيقع ما بينهم اعداد نسبيه. فهنا انا عايز كام عدد؟ 3 اعداد. هو طبعا ما بين العددين اللي هو تلت ونص دوت في اعداد كتيره جدا. فاحنا عشان نجيب الاعداد الثلاثه بس اللي موجودين ما بين تلت ونص لازم يبقى عندنا في حاجه اسمها توحيد مقامات. الاول نوحد المقامات، وبعد ما نوحد المقامات نشوف هل الاعداد اللي موجوده ما بين بعد ما اوحد المقامات ما بين تلت ونص بعد ما اوحد المقامات هل هي موجوده فعلا ما بين العددين ولا لا. اذا ما لقيناهاش موجوده تعالوا نعرف هنعمل ايه. عندنا هنا تلت ونص، فاحنا لما نيجي نوحد المقامات بنوحد المقامات دايما زي الشطار اللي عارفين ان احنا بنوحد المقامات زي ما خدنا في ابتدائي على حاصل ضرب المقامين. فلو حاصل ضرب المقامين عندنا 2 في 3 يبقى يدينا كام؟ يبقى يدينا ايه؟ 6. ماشي؟ يبقى انا عندي العددين المفروض يبقى مقاماتهم كام؟ يبقى مقاماتهم 6. هل 6 كده واسكت؟ لا طبعا، مش هنزل دول زي ما هم، لان المقام هنا اتضرب في 2، انما هنا المقام اتضرب في كام؟ في 3. فبنعمل المقص زي ما احنا عارفين زمان، يبقى 2 في 1 بكام؟ ب2، و3 في 1 بكام؟ ب3. جميل جدا. هنا طالما المقامات متوحده فيبقى كل اللي احنا هنشوفه هنقارن ما بين البسط والبسط كده. هل في اعداد ما بين البسط والبسط؟ طبعا ما بين 2 و3 بالنسبه لنا مفيش. فاحنا هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله بمنتهى البساطه عشان ما نغلبش نفسينا، لان احنا عارفين طبعا كل ما كبرت المقام شويه الدنيا بتوسع شويه، فبتوسع عند المقامات. في ناس بتقول لك انا ممكن اضرب هنا في مثلا في 3 بسطا ومقاما، وهنا في 3 بسطا ومقاما، وبشوف الاعداد اللي موجوده، او في 4 على حسب اللي موجود. فانا ما احيرش نفسي، انا كل اللي انا هعمله ان انا هضرب في كام؟ في 10 بسطا ومقاما. المقام كله هيكبر، فبالتالي المسافه توسع ما بين البسط والبسط، فيطلع عندي الاعداد اللي انا عايزها. فانا لو ضربت في 10 فوق وتحت يبقى عندي هنا 60، هنا 20، وهنا 30، وهنا 60. المقام لما كبر اصبحت المسافه ما بين ال20 وال30 مسافه جامده جدا. هو مش عايز، هو عايز 3 بس، هنا في 9، فبختار اي 3 منهم. فيبقى الاعداد بالنسبه لي هي، خد بقى من بعد ال20 هيبقى عندي 21، 22، 23، وما انساش المقام اللي عندي اللي هو على كام؟ على 60. يبقى دي الاعداد بتاعتي اللي هو ايه؟ اللي هو طالبها. يبقى انا كده ريحت نفسي، بدل ما احسب بقى لو ضربت في 3 هيطلع، ولا ضربت في 2 هيطلع، ولا ضربت في 5 هيطلع. يبقى انا بضرب في 10 لسهوله الضرب، دي اول حاجه، لان لما اجي بضرب في 10 بحط صفار بس كده ليس الا. وبعد كده ابتدي اقارن او ابتدي اشوف المسافه ما بين ال 20 وال 30 فيها كام عدد عندي. طبعا من اول 21 لحد 29 موجود معايا، فانا ببتدي اخد اي 3 منهم يدوني الاعداد اللي موجوده ما بين الاثنين او ما بين الثلث والنص. ده سؤال مهم جدا ودايما بيجي في الامتحانات، لانه بيختبرنا في خاصيه اسمها خاصيه كثافه الاعداد النسبيه. كثافه الاعداد النسبيه دي مهمه جدا، لان كل ما بين كل عدد نسبيين تلاقي عدد لا نهائي محصور ما بين العددين النسبيين. المساله الثانيه المهمه جدا واللي غالبا ما بتيجي في كل الامتحانات تقريبا، ومفيش حد ما بيحطهاش في امتحانات، اللي هي ان انا استخدم خاصيه التوزيع في ان انا اجيب قيمه الناتج بتاع المقدار ده.
لازم نتفق اولا على حاجه مهمه جدا، ان انا عندي هنا 3 الناس اللي خدوا، او اللي احنا لما كنا خدنا المقادير الجبريه، فده يعتبر يا ولاد، ده يعتبر حد، وده يعتبر حد، وده يعتبر حد. عرفت منين يا مستر؟ قال لي لان هنا في اشاره ما بين الحدين الاولانيين، وهنا في اشاره ما بين الحدين التانيين. يبقى انا كاني دلوقتي بقسم المقدار كله عباره عن 3 غرف، 3 غرف، كل غرفه فيها حد. تمام. واللي فيصل ما بين الغرفه والثانيه او الاوضه والثانيه الاشاره اللي موجوده عندي، الحيطه اللي موجوده ما بين الحدين. يبقى انا لما اجي اعد المقدار كام حد، يبقى بشوف الاشارات هي الفيصل وابتدي اعد. ادي حد 2 3. خليك بس معايا للاخر وانت هتفهم. الحاجه الثانيه هتلاحظ ان الحد الاولاني، الحد الثاني، الحد الثالث، في دايما عدد ضيف رخم قاعد في وسط الاوض بتاعه المقدار. انا عندي هنا 3 على 7 3 على 7 3 على 7. ده اللي احنا بنسميه العامل المشترك، او ان انا باخده بره الايه المقدار ككل. فانا لما اجي بحل حاجه زي كده بروح واخد انا العامل المشترك بره اللي هو ايه؟ اللي هو 3 على 7. يبقى نكتب له كده المقدار او الناتج يساوي، تمام، 3 على 7 واروح فاتح قوس. انا لما جيت خدت ال3 على 7 من هنا يتبقى لي، لان دول عباره عن عاملين مضروبين في بعضهم، خدت عامل بره اللي هو العامل المشترك، هيتبقى لي كام؟ ايوه، شطار يا شطار. 2. حط الحيطه بتاعه الحد بتاعي، ايوه، زائد، تمام، اللي هي زائد دي، وانت خدت العامل من العاملين دول اللي هو 3 على 7 بره، هيتبقى كام عندك؟ شاطر. تمام. انا شايف ناس شطار وبيعتبروا المساله دي عباره عن هديه عندنا في الامتحان. وبعد كده ادي خلصنا من الحد دوت، نبدا في الحد الاخراني. الحد الاخراني هنا يهيأ لك ان 3 على 7 هنا لوحدها. طبعا هنا مش لوحدها خالص، هنا 3 على 7 كانها مضروبه في كام يا شطار؟ كانها مضروبه في 1. انا شايف واحد شاطر بيقول لي يا مستر دي ما ينفعش انها تبقى لوحدها. لا، لان لو انا خدت العامل ده بره فكانها مضروبه في 1. الواحد هو اللي يفضل ايه؟ هو اللي يفضل في الاوضه بتاعته او كحد من اللي باقي عندي بعد ما خدت العامل الايه؟ المشترك. جميل جدا. نبدا بقى نشوف الناتج اللي عندي هنا هيبقى كام. هيبقى انا عندي هنا 3 على 7. يبقى انا استخدمت كده خاصيه التوزيع في تسهيل الناتج، بدل ما اضرب ده في ده، وبعدين بدل ما اضرب ده في ده وده في ده وبعدين اجمع تاني، لا دي تبقى سهله جدا. انت عندك هنا 2 و6 كام؟ 8. 8 ناقص 1 يبقى يدينا كام؟ 7. يبقى دي كانها مضروبه في كام؟ في 7. طبعا هنا 7 على 7 يبقى هنا فيها الايه؟ فيها الواحد. يبقى عندنا 3 في ايه؟ 3 في 1 يبقى يدينا كام يا شطار؟ 3. كده خدنا نموذج لاسئله لسؤالين مهمين جدا بيجوا لنا في الامتحان، وغالبا ما بيكرروا كتير جدا في كل الايه؟ في كل الامتحانات، في كل المدارس، في كل المحافظات. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. تعالوا في سؤالين جمال جدا تانيين هنشوف هنعمل فيهم ايه. طبعا عارفين كلنا مقدار الجبري، هو عايز يجمع مقدارين جبريين. طبعا ده العمليات على المقادير الجبريه، الجمع والطرح والضرب والحاجات دي. انا عندي هنا مقدار 3 س زائد 5 ص ناقص 2. ده مقدار مكون من كام حد لسه قايلين؟ ادي حد، ادي 2، ادي 3. الفيصل ما بين الحد والتاني هي الاشاره زي ما اتفقنا. طيب الحاجه الثانيه، ادي مقدار تاني، عندي 5 س ناقص 2 ص زائد 3. يبقى انا عندي كده كام حد؟ انا عندي ادي 1، ادي 2، ادي 3. جميل. يبقى هو سهل عليا الامر. في عندي مقدار مكون من 3 حدود مع مقدار مكون من 3 حدود. الجميل جدا كمان ان في حدود متشابهه مع المقدارين، يعني في المقدارين في حدود متشابهه. عندي 3 س مع هنا 5 س، تمام، برافو عليك شاطر. 5 ص هنا سالب 2 ص، تمام، هنا سالب 2، هنا موجب كام؟ موجب 3. عشان للسهوله على نفسنا ونسهل علينا الموضوع بنكتب المقدار الجبري الاولاني زي ايه؟ زي ما هو. المقدار الجبري الاولاني
زي ما هو اللي هو 3 س زائد 5 ص ناقص 2. ماشي يا شطار؟ تمام. ونبدأ نرتب المقدار الثاني، كل حد ينزل تحت اللي شبهه. يعني أنا عندي هنا 5 س، 5 س تنزل تحت مين يا شطار؟ أيوه 5 س زي الفل. تمام. بعدين هنا عندي سالب 2 ص، اوعى تكتب الحد من غير إشارته، واوعى تتلخبط في الإشارة لأن الناتج هيختلف تماما. فأنا عندي هنا سالب 2 ص، يبقى دي سالب 2 ص. جميل. طيب يبقى خدنا الصاد تحت الصاد، الحد ده تحت اللي شبهه. بعد كده عندي موجب 3، عندي موجب 3 ينزل تحت مين يا شطار؟ أيوه تحت السالب 2، يبقى عندي موجب كام؟ موجب 3. حلو قوي. نشد خط ونبدأ نجمع الحدود المتشابهة اللي احنا حطيناها تحت بعض. أنا عندي 3 سينات مع 5 سينات يبقوا كام سيناية؟ أيوه حبايبي فاكرين طبعا. أيوه 8 س، برافو عليكم. عندي 5 صادات ناقص 2 صاد. نخلي بالنا بقى من قاعدة الإشارات، عندنا الإشارتين هنا مختلفين، هنا الإشارتين زي بعض، احنا جمعنا وحطينا الإشارة عندي موجبة، لأن أنا عندي الإشارة اللي فوق موجبة واللي تحت موجبة. إشارتين زي بعض نجمع ونحط الإشارة، إشارتين زي بعض نجمع ونحط الإشارة، إشارتين مختلفين أيوه حبايبي نطرح ونحط إشارة العدد الإيه؟ الأكبر. عندي مكسب وعندي خسارة، المكسب أكتر يبقى أنا عندي موجب أهو. وبعدين نبدأ نطرح، يبقى هيديني 5 نشيل منهم 2 يبقى يديني 3 من العنصر اللي هو إيه؟ الصاد، أو من الحد أو من الرمز صاد. طب جميل. عندي هنا برضو إشارتين مختلفين، عندي سالب 2 موجب 3، عندي مكسب عندي خسارة. نبدأ نشوف هنعمل ايه. عندي الكبير مكسب يبقى ننزل المكسب. بعد كده نبدأ نطرح، يبقى أنا عندي موجب ايه؟ موجب 1. يبقى ده الناتج بتاعي عبارة عن 8 س زائد 3 ص زائد كام؟ زائد 1. ان شاء الله ربنا يسهل، ونبدا في مره جايه هنبدا نشوف بعد كده نعرف نعمل الطرح بقى ان شاء الله. طيب هنا بيقول لي اختصر لابسط صوره. نبدا نشتغل على الضرب بمجرد النظر. فاكرين المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات احنا قلنا س زائد 3 في س ناقص 3، اول ما بتجيلنا ديت كنا بنقول جالك الفرج، لان هنا مفيش حد اوسط في المقدار اللي هو المجموع الحدين في الفرق بينهم. فبالتالي لما نيجي نضرب يا باشا هنضربهم ونخلي التسعه دي الضيف بتاعنا دوت نخليه في الاخر ونشوف هنعمل فيه ايه. يبقى عندنا هنا هقول له كده الشطار اللي بيكتبوا بطريقه تفهم اللي قدامهم هو بيكتب ايه. ما تسيبش الدنيا سايحه كده. اللي انت بتجيبه ده عباره عن ايه؟ عباره عن الناتج اللي هيطلع فوق، ناتج اللي طلع من فوق، فانت بتكتب له الناتج هيساوي ايه. فاحنا عندنا هنا لما نيجي نضرب ده في ده، او المقدار ذو حدين في مقدار ذو حدين، او مقدار مجموع حدين في مقدار فرق بين حدين هو تمام، يبقى كل اللي انا هعمله انا هضرب س في س بس اس 2، وموجب في سالب يا باشا بسالب، 3 في 3 ب9. شطار. طب ده حاصل ضرب القوسين دول، امال ده راح فين؟ نزله زي ما هو. الله، ده كده يا باشا عندك س تربيع ناقص 9 زائد 9. واحد من الشطار يقول لي ما هو ده يا مستر عباره عن مجموع عدد ومعكوسه الجمعي. العدد مع معكوسه الجمعي يدينا صفر يا باشا، يبقى انا عندي ده هيروح مع ده، هيتبقى لنا بس س ايه؟ س تربيع. في بعض المسائل يقول لك ثم اوجد الناتج عند مثلا س تساوي 2 أو 1، يديك أي قيمة. يبقى كل اللي أنا هعمله بعد كده هقول له الناتج أو عند س تساوي 2، يبقى الناتج يا باشا هيبقى عبارة عن أنت عندك السين بكام؟ ب2، يبقى 2 أس 2. أيوه، يبقى 2 أس 2 يبقى هيديني كام؟ يعني 2 في 2 يعني بيديني كام؟ 4. هرجع لكم تاني، اوعوا تمشوا، خليكوا قاعدين.
ورجعنا لكم تاني يا حبايبي في سؤالين تانيين، اللي هو كده يبقى احنا تقريبا حطينا الخمس اسئله لنموذج امتحان محترم. عندنا السؤال الخامس كنا خدنا سؤال اكمل، سؤال اختر، وبعد كده في عندنا سؤالين الثالث والرابع اللي احنا خدناهم قبل كده، بيتضمنوا اسئله يتطلب فيها ان انت تجاوب بخطوات، وكل خطوه عليها درجه. عندنا هنا بيقول لي السؤال الخامس اوجد في نمرة ألف، عايز يقسم هنا ده مقدار. الشطار يقول لي ده مكون من كام حد؟ أيوه، أدي حد أدي اتنين، تمام؟ هنا بقسم مقدار على حد جبري. بمنتهى البساطة عشان ما نغلبش نفسينا، أنا عندي المقدار دوت مكون من كام حد؟ أيوه، حدين، تمام؟ يبقى إذا لما أجي سعادتك أقسم المقدار على الحد، يبقى معنى كده ان انا مطالب ان كل حد من الحدود دي يتقسم على الحد الايه؟ على الحد اللي هو اللي المفروض هيبقى مقسوم عليه. طب كويس، يبقى انا عندي الناتج بتاع خارج القسمه، ممكن اكتب له الناتج او اكتب له خارج القسمه بيساوي وهكذا. طيب بكتب انا عندي المقدار مكون من كام حد؟ انا عندي حدين، ادي حد، تمام؟ ايوه، وادي حد. جميل. الحد دوت اللي هو 12 س أس 2، ده هيبقى مطالب ان انا اقسمه على كام؟ على 3 س. زي الفل. الحد الثاني انا حطيت الاشاره اهي، الحد الثاني انزله باشارته 9 س، وبعد كده هقسم على كام؟ على 3 س. يبقى انا قسمت الحدين اللي موجودين عندي على نفس الحد اللي هو اللي موجود عندي اللي هو 3 ايه؟ 3 س. تعالوا نشوف الناتج هيكون ايه. الشطار عندي بيقولوا لي يا مستر احنا بنقسم الحد على الحد، احنا في الضرب بنضرب الحد المعامل على المعامل قصدي، وبعد كده بنشوف الناتج ايه، وبعد كده بنقسم الايه؟ الرموز. انا عندي 12 على 3 في كام؟ الاربعه. تمام. س أس 2 هنا فاكرين لما قلنا ان دي س أس كام؟ ايوه س أس 1. احنا في القسمه بنعمل ايه؟ احنا هناك في الضرب كنا بننزل الاساس ونجمع الايه؟ نجمع الاسس. اما في القسمه بننزل الاساس ونطرح الاسس، ننزل الاساس ونطرح الاسس، ننزل الاساس ونطرح الاسس. تمام. انا عندي هنا س أس 2، هنا عندي س أس كام؟ أس 1، يبقى بقت س أس كام؟ 1، يعني 2 ناقص 1 هيدينا 1. جميل. نيجي بقى بعد كده في الحد اللي بعده، هننزل الاشاره دي، ادي موجب اهو، واذا كانت سالب بننزل سالب وهكذا. عندي هنا 9 على 3 يبقى فيها التلاتة. السين على السين يعني اي حاجه على نفسها، اي حاجه على نفسها، والمفروض ان نقول هنا ان س لا تساوي صفر. تمام؟ يبقى هنا س على س يبقى فيها الايه؟ فيها الواحد. الواحد لما بيتضرب في 3 يبقى انت كانك بتضرب في كام؟ كانك بتضرب في ايه؟ في 1. 3 في 1 ب3، والواحد اصلا طالما اتضرب في عدد ما ما بيتكتبش. يبقى الحد المقدار ده ايا كان عدد الحدود، حدين 3 10 20 مليون حد، تمام؟ كل واحد بتعمل كذا شرط، كام شرطه على حسب عدد الحدود، وتبدا تقسم لي كل حد من الحدود على الحد اللي انا هقسم عليه، كله هينزل في الايه؟ في المقامات. تمام. نيجي بقى لحبيبتنا الاحصاء. هو هنا بيقول لي ان الجدول ده بيبين درجات طالب في احد الشهور، ودي حاجات بتفيدنا كتير قوي، وانتوا طبعا عارفين فايده الاحصاء في حياتنا كلنا. يعني انا عندي هنا اوجد الوسط الحسابي، عايز الوسط الحسابي ما بين الدرجات اللي واخدها الولد في اللغه العربيه والانجليزي والرياضه والدراسات والعلوم وهكذا. هو واخد في الرياضه في العربي 8، واخد في الانجليزي 6، واخد في الرياضه 10، واخد في الدراسات 7، واخد في العلوم كام؟ 9. وشاطر، واضح جدا ان هو شاطر في الرياضيات. لما اجي احسب الوسط الحسابي، فاكرين القانون بتاع الوسط الحسابي عباره عن ايه؟ ايوه الشطار يفكروا لي كده. الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم. تمام. سامع واحد شاطر بيقول لي سمعتها منك يا ولد. تمام.
حبايبي. نبدا بقى نشوف، ناخد الوسط الحسابي بتاع القيم دي. مجموع القيم عندي 8 6 10 7 9. نجمع القيم ونقسم على العدد. انا عندي عددهم كام تقريبا؟ 5. 1 2 3 4 5. يبقى نقسم على كام؟ على 5. نجمع بقى اللي فوق، يبقى 8 زائد 6 زائد 10 زائد 7 زائد 9. تمام كده 14 24 24 و7. ممكن نحسبها على الآلة لو احنا مستعجلين. 24 و7 يبقى كده 31. 31 و9 يبقى هيديني 40. ال 40 تتقسم على الخمسة. اللي حافظ جدول الضرب بقى يلا، حافظ جدول الضرب. ايوه، يبقى يديني كام؟ 8. يبقى الوسط الحسابي بتاع الدرجات كلها عبارة عن كام يا شطار؟ عبارة عن 8. بكده يبقى احنا عملنا نموذج امتحان كامل في الفيديو ده والفيديوهين اللي فاتوا. وان شاء الله باذن الله انا عايزك بس تعمل حاجه. انت باذن الله الفيديو عندك بتشغله، بتاخد المساله وتحلها لوحدك، وبعد كده بتشوف المستر شرحها ازاي وتبدا تحلها لوحدك تاني وتشوف الغلط بتاعك فين لحد ما توصل بدرجه، وبعدين تبدا تشوف بقى ايه مسائل مشابهه او مماثله ليها في الامتحانات اللي مماثله ليها من محافظات او من مدارس اخرى وهكذا. اتمنى ليكم التوفيق، وان شاء الله تجاوبوا كويس جدا في الامتحان. فرحوا اهاليكم بيكم، وان شاء الله انا عايز بس اللايك المتين، تشير الفيديو، وان شاء الله عشان الناس كلها تستنفع بيه. وما تنساش ان انت تشترك في القناه عشان باذن الله في فيديوهات تانية جديده، وعشان كمان السنه الجايه. سلام.